هذه أبرز العناوين. الجزائر تستغل افتتاح الشان للترويج لأطروحة المرتزقة، والجامعة الملكية تفضحهم ككل مرة. هكذا تعادي الجزائر وحدة المغرب والدول العربية. قطر تشكر المغرب لهذا السبب. بن كيران يدعو إلى فعل هذا الأمر مثل ما حدث في إسرائيل. الجزائر تستغل افتتاح الشان للترويج لأطروحة المرتزقة، والجامعة الملكية تفضحهم ككل مرة. استغلت الجارة الشرقية حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان للترويج لأطروحة المرتزقة وإصابة قطاع الطرق، حيث استضافوا الجنرالات حفيد نيلسون مانديلا في حفل الافتتاح، هذا الأخير المتابع بتهم اغتصاب وغيرها، وذلك بهدف إلقاء خطاب انفصالي مهاجم للوحدة الترابية للمملكة، متعمدين تحويل الحدث الرياضي إلى حدث سياسي والترويج لهذا الخطاب المسموم بكافة قنواتهم الإعلامية. وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها في هذا الصدد عن إدانتها لهذه الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. وأضاف البلاغ: تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح، معلنة مراسلتها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم. هكذا تعادي الجزائر وحدة المغرب والدول العربية. حفيد مانديلا يتلقى التوجيهات من زعماء إيران. يواصل النظامين الجزائري والإيراني معاداة وحدة الشعوب العربية والمغاربية، حيث كشفت صور نشرها إعلاميون سوريون معارضون لنظام بشار الأسد عن تسخير النظام الجزائري لعملاء تدفع لهم بالدولار للتدرب لدى نظام إيران المعادي لوحدة صعود الوطن العربي والمغاربي. ومن هؤلاء العملاء الذين يسخرهم جنرالات النظام العسكري الجزائري نجد حفيد نيلسون مانديلا الذي يتلقى الأموال من عائدات النفط الجزائري مقابل التجند لمحاربة المغرب، ويستعين النظام العسكري الجزائري بالنظام الإيراني لتجنيد وتدريب هؤلاء العملاء لمحاربة ومهاجمة الدول التي تعاديها إيران والجزائر على رأسها المغرب. وظهر حفيد مانديلا الذي يتوصل بتحويلات مالية من الجزائر على حساباته في جنوب إفريقيا وفي دولة أخرى يعتقد أنها بنما. قطر تشكر المغرب لهذا السبب، في إشادة للسلطات القطرية بدور ومجهودات الأمن المغربي في تأمين مونديال قطر. وجه رئيس جهاز أمن الدولة بدولة قطر رسالة إلى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبر فيها المسؤول القطري عن شكره وامتنانه للأمن المغربي لمجهوداته طيلة مشوار المونديال. وجاء في الرسالة ما يلي: لقد لمسنا تعاونكم في العديد من الإسهامات التي كان لها دور كبير في النجاح الذي حققته البطولة والذي اعترف به العالم أجمع. وتمنى المسؤول القطري سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللامحدود من الحموشي مما كان له عظيم الأثر في نجاح هذا الحدث العالمي، مشددا أن هذا التعاون الأمني بين المغرب وقطر شكل ترسيخا للعلاقات المتميزة بين البلدين واستكمالا لمسيرة العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية المغربية والقطرية. بن كيران يدعو إلى فعل هذا الأمر مثل ما حدث في إسرائيل. دعا عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى إعادة الانتخابات التشريعية بالمغرب مثل ما حدث في إسرائيل. وقال بن كيران في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه ببوزنيقة أنه يجب العودة إلى المجتمع لنقول له الحقيقة ونعيد الانتخابات في الوقت الذي تراه الدولة مناسبا. وأضاف: نعيب على إسرائيل رغم أنها نظمت 5 انتخابات في 4 سنوات فقط، ماذا وقع؟ واعتبر بن كيران أن حزبه تعرض لضربة قاسية ونزل من القمة إلى السفح في انتخابات 8 شتنبر 2021 التي وصفها بالمحطة المؤسفة. وحمل بن كيران في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه ببوزنيقة قيادة الحزب جزءا من المسؤولية في التراجع الكبير للبي جي دي وخسارته للصدارة، وكذا من وصفهم بالخصوم المتدخلين في الانتخابات. وذكر أمين عام البي جي دي أن نتائج الانتخابات امتحان لحزب العدالة والتنمية ليتأكد هل هو حزب الشعب كما ادعى في أول يوم أم أنه حزب كأكثر الأحزاب. استقر في ذهنه أن همه التواجد في المناصب والمواقع وينال المكاسب والأجور والامتيازات
ويستغل وجوده في مستويات السلطة ليحقق لأفراده وقيادته الثروة. الجزائر تتلقى صفعة جديدة. حسب ما نقلته وسائل الإعلام بيروفية، فإن دولة البيرو استأنفت قنوات الاتصال والحوار مع المغرب، وذلك للحصول على 150 ألف طن من أسمدة اليوريا المستخدمة في الزراعة. ويأتي ذلك تفعيلا لأوامر دينا بولارد رئيسة البيرو الجديدة باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وذلك بعد سجن الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو الموالي لجبهة البوليساريو الانفصالية، ما يعتبر صفعة للجزائر وصنيعتها المرتزقة. وأشارت وسائل الإعلام البيروفية كذلك أن الحكومة المغربية عرضت على البيرو خلال منتصف 2022 منحة قدرها 150 ألف طن من اليوريا بقيمة 138 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي كانت التكلفة الدولية للأسمدة في ارتفاع كبير بسبب التطورات الدولية خاصة حرب روسيا وأوكرانيا. وآنذاك حسب التقارير لم تعلن الحكومة البيروفية السابقة عن قبولها أو رفضها للمنحة المغربية. وفي 9 من يناير الجاري أكد نائب وزير الزراعة البيروفي أن وزيرة الزراعة الجديدة اتخذت بالفعل إجراءات في هذا الصدد، وتنسق مع السفارة المغربية ولاحقا مع وزارة الخارجية المغربية. وجاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة القضاء على المجاعة بالكونغرس البيروفي، حيث أكد أن الوزيرة تأخذ التبرع المغربي بالأسمدة على محمل الجد، وقد تم أخذ الموضوع كأولوية. أخنوش بسويسرا لهذا السبب. أكدت الصفحة الرسمية للمنتدى الاقتصادي العالمي حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس لسنة 2023، ويترأس رئيس الحكومة وفدا مغربيا هاما سيمثل المملكة المغربية ضمن فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية الذي تنعقد أشغاله بمنتجع دافوس بسويسرا يناير الجاري تحت شعار التعاون في عالم مشردم. ويضم الوفد المغربي طاقم وزاري لأبرز القطاعات الحكومية المعنية بنقاشات منتدى دافوس، حسب ما أعلنت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في منشور لها على شبكة التواصل المهنية لينكدين. يضم وزير الصناعة والتجارة وليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى علي الصديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وتلتقي النخب السياسية والاقتصادية العالمية طيلة 5 أيام في منتجع الألبا السويسرية لبحث التعاون في عالم مشردم ما بين أزمات متلاحقة تتوزع بين الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة. وكان رئيس المنتدى الاقتصادي قد أعلن في إحاطة صحفية أن القمة تنعقد هذه السنة في ظل الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.